في لحظة كده الدنيا كلها اتغيرت. لحظة دم سال لأول مرة، وللأسف ما كانش دم عدو، ده كان دم أخ. من وقتها والبشر بيعرفوا إن الغيرة ممكن تقتل، وإن الحقد لو دخل القلب ممكن يطفي فيه النور. دي حكاية أول جريمة قتل في الدنيا، قصة قابيل وهابيل. في بداية الدنيا قبل ما يبقى فيها مدن وعمارات وناس بتمشي في الشوارع، كان في بيت بسيط، أول بيت في البشرية، بيت سيدنا آدم وحواء. آدم بعد ما نزل الأرض بأمر ربنا ابتدى يبني بيته ويعيش ويزرع ويتعلم، وربنا رزقه بولاد وبنات. وكان أول ولد بيتولد معاه أخت توأم، وكان من شرع ربنا وقتها إن الأخ يتجوز من أخت توأمه، يعني مفيش جواز من التوأم بتاعك. وعدت الأيام وكبروا الأولاد وجا وقت الجواز. هابيل اتولد معاه أخت كانت جميلة جدا، وقابيل اتولد معاه أخت لكن ما كانتش بنفس الجمال. وبحسب الشرع هابيل هيتجوز أخت قابيل، وقابيل هيتجوز أخت هابيل. بس قابيل رفض، مش عشان يتجوز غير توأمه، عشان حبها وتعلق بيها وكان شايف إنها من حقه. سيدنا آدم حاول يهديه، قاله دي أوامر ربنا يا قابيل، لازم تلتزم بيها. لكن قابيل عنيد، قال لأ، أنا مش هسيبها، أنا أحق بيها. سيدنا آدم وقتها قرر يحتكم لأمر ربنا، وقال لهم إن كل واحد فيكم يقرب قربان، واللي ربنا يقبله هو اللي هيتجوزها. هابيل كان راعي غنم، جاب خروف من أحسن ما عنده، وكان كبير وصحي وصحته كويسة يعني وسمين، وجاله من قلبه يا رب خده، ده ليك لوجهك. أما قابيل فجاب شوية زرع بايت دبلان وريحته وحشة، وقال ده هو كده قربان وخلاص. وجات اللحظة، السماء برقت ونزلت نار من فوق وخدت قربان هابيل. وقابيل وقف وكان مصدوم، وشه اتحول وعينه بقت سودة، والغيرة ولعت فيه كأنها نار. هابيل كان هادي، ما تغرش ولا تكبر ولا اتريق، بص لاخوه قال له ربنا بيتقبل من المتقين مش من اللي بيستهتر. الكلام ده خلى قابيل يغلي اكتر، ما استحملش، بقى شايف ان اخوه خد كل حاجة، خد رضا ربنا وخد اخته وخد نظرة ابوه اللي بص ليه بالفخر. وفي الليلة دي قابيل نده على هابيل وهو في الخلاء بعيد عن الناس، وكان باين عليه حاجة مش طبيعية، نظراته وصوته وجسمه المتوتر. قال له انت فاكر نفسك احسن مني؟ كل حاجة بقت ليك، ما سبتليش غير الغل اللي في قلبي. هابيل بصله بعين حزينة وقال له يا اخويا، لو انت هتمد ايدك عشان تقتلني انا مش هرد ايدي، انا بخاف رب العالمين. الكلام دوت ما كانش ضعف، ده كان وعي. هابيل ما كانش جبان، لكن مش عايز الدنيا ومش عايز الدم يتسفك بإيده. بس قابيل خلاص، الشيطان سبق وسيطر عليه. رفع حجر كبير وضرب هابيل ضربة قوية وقاسية على دماغه، وقع على الأرض وكل حاجة سكتت، حتى الهوا ما عادش بيتحرك. مات هابيل، وقابيل بصله ورجليه اتجمدت، ايده اللي كانت ماسكه الحجر وقعت، والدنيا دارت كلها حواليه. هو قتل اخوه فعلا اللي كان بيجري معاه ويضحك معاه وبيحكي له اسراره؟ ايوه، هو عمل كده ومفيش رجوع. بس الجثة كانت مرمية على الارض وابتدت ريحتها تطلع، فمفيش حد علمه يعني ايه دفن ولا جثة ولا قبر. قعد قابيل يلف ويدور مش عارف يعمل ايه، ومضطرب وتايه. وهنا ربنا برحمته بعت غرابين، الغرابين اتخانقوا، واحد قتل التاني، وبعدها الغراب اللي لسه عايش حفر الأرض بمنقاره ورجله ودفن الغراب الميت ورجع طاير. قابيل شاف المشهد كله وقعد على الأرض ودموعه نازلة وقال يا ويلي، أعجزت أن أكون زي الغراب وأواري سوءة أخي. وفعلا اتعلم وحفر الأرض ودفن أخوه، بس الندم ما كانش كفاية. وعشان كده يا أحبابي
من أول يوم في الدنيا، وربنا بيعلمنا إن الغيرة والحقد لو دخلوا القلب بيبوظوا كل حاجة، بيبوظوا علاقة أخ بأخته وأخت بأخوها، وبيبوظوا كل حاجة. قابيل ما كانش محتاج يقتل أخوه، كان محتاج يطهر قلبه وعقله من أي حاجة بيفكر فيها. وهابيل مات، بس مات وهو طاهر وثابت على الحق. والقرآن خلد القصة دي وقال ربنا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. حاسب على قلبك، الغيرة لو اتسابت بتتحول لنار تحرقك قبل ما تحرق اللي حواليك. وافتكر دايما إن أول جريمة قتل في الدنيا ما كانتش بسبب عدو، كانت بسبب أخ، بسبب قلب اتملى بالحقد، قلب فقد النور. واحنا في زماننا ده محتاجين نرجع برضو النور التاني لقلبنا قبل ما نوصل لنفس النهاية. وياريت يا جماعة نفوق قبل فوات الأوان، وقبل ما نندم على أفعالنا وعلى قلوبنا اللي باظت من كتر ما هي مليانة غيرة وحقد. بس الندم ما كانش كفاية على قابيل، لأنه كل يوم كان بيشوف هابيل في المنام، وكل ما يجيب عليه النوم يسمع صوته وكأنه حاسس إن الأرض بتئن من اللي عمله. ما بقاش يطيق نفسه وتحول من إنسان مغرور لروح تايهة. كل خطوة بيمشيها تقيلة على نفسه، كل نفس بياخده كأنه نار من كتر الغيرة اللي جوه قلبه. ومن أول يوم في الدنيا وربنا بيعلمنا إن الغيرة والحقد لو دخلوا القلب بيبوظوا كل حاجة. قابيل ما كانش محتاج يقتل أخوه، كان محتاج بس يطهر قلبه. وهابيل مات، بس مات وهو مؤمن وطاهر وثابت على الحق. والقرآن خلد القصة دي لحد يومنا هذا إن احنا بنتعلم منها. واحنا في زماننا ده محتاجين نرجع النور تاني لقلبنا قبل ما نوصل لنفس النهاية. اللهم طهر قلوبنا من الغل واملأها بالإيمان والنور، وجعلنا ممن يتقونك في السر والعلن ويخافونك حق الخوف، ولا تجعلنا ممن يضلهم الحسد والكبر فيخسروا دنياهم وآخرتهم.